جامعة ديالى من الجامعات المهمة بين الجامعات العراقية بسبب حساسية هذه المنطقة. أراد الإرهابيون وأعداء العراق تكون هذه المنطقة منطقة صراعات بين المكونات العراقية، لا أن تكون الجامعة مثال للتعايش والتآخي والتحابب بين العراقيين، والدرس المشترك أن نخرج جيل من المتعلمين في مختلف الاختصاصات والميادين. وبالفعل نجحت الجامعة بجهود رئيس الجامعة والكادر في خلق أجواء دراسية صحية، والآن لدينا حوالي 17,000 طالب يدرس في هذه الجامعة من مختلف مناطق العراق، طبعا أكثرهم من أبناء المحافظة، وهم يدرسون سوية يعيشون سوية، وأعتقد هذا نموذج للتعايش بين العراقيين. تعتبر هذه الجامعة من الجامعات النموذجية في العراق. بنية التحتية متكاملة، ملاكاتها أيضا كاملة، عدد الكليات اللي موجودة بها 13، وأكو كليات أخرى قيد التنفيذ، وربما قد تضاف إلى الكليات القائمة حاليا، بالإضافة إلى مراكز علمية مختلفة من أجل تطوير الأبحاث العلمية. أنا أهنئ وأبارك لملاكات هذه الجامعة كل الإنجاز اللي يتحقق حتى الآن. من أجل إعادة لحمة الانسجام الاجتماعي بين طوائف المجتمع في محافظة ديالى، وبالتالي ستكون هذه الجامعة رائدة في هذا المجال. العلم إلى جانب، ولكن التربية وآليات العلاقات الاجتماعية ينبغي أن تكون سليمة بما تخدم فكرة المواطنة الصالحة والتأكيد على خدمة الوطن ومؤسسات الدولة. بدون هذه الاتجاهات اللي راح تزرعها ملاكات هذه الجامعة لا يمكن أن نتنبأ بمستقبل واعد لهذا المجتمع. هذه مو الزيارة الأولى اللي نشجع حقيقة نزور جامعة ديالى، واللي يدفعنا نزور الجامعة هي جهود الدكتور عباس حقيقة المتواصل بإعادة ترتيب ديالى وجامعة ديالى، وأصبحت جامعة ديالى مفخرة وواجهة حقيقة لمحافظة ديالى، والجميع يفتخر أن تكون هيك ملامح جامعة تضاهي الجامعات الموجودة في أوروبا. هناك تطور كبير جدا على مستوى الإنجاز والبحوث بفضل الأخ الدكتور عباس الدليمي والأخوة في مجلس الجامعة، وبتعاون مع الطلبة الباحثين والدارسين للدكتوراه والماجستير. هناك تطور بالنسبة لي أعتبره تطور مهم جدا، ألا وهو حصول الجامعة على عدد من التأييدات التي تؤهل الجامعة لتكون بالمقياس العالمي. ذلك عندما تكون عندك مجلة تحوي على فاكتور وهو الرقم المطلوب عالميا، يعني أن البحوث رصينة، وهذا أيضا يساعد في ترقية الجامعة لأن يكون لها موقعها العالمي المتميز. وفعلا الجامعة طفرت مئات من المقياس العالمي بسبب هذا التطور الكبير في الأبحاث. بالحقيقة كانت سعادتنا غامرة أن نشهد تطورا ملموسا بالقاعات والمباني والكليات التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، والبناء الفكري والعقائدي بهذا الإنجاز السريع والإنجاز الحقيقة المتقن، والإنجاز الذي ينم عن وجود كوادر هندسية ووجود حقيقة أيادي مخلصة لعمل مثل هكذا عمل مفرح لمحافظتنا العزيزة. كل ثقة بأن يتحقق الجانب العملي من هذه الزيارة المتواضعة إلى إخواني وزملائي في ديالى، وأنا جدا مسرور مما شفته من حفاوة وتكريم
في الجامعة وفي هذه المدينة الأمينة التي عانت جراح القتال القريب، متمنين للجامعة ودائرة الصحة الموفقية في عملهم وكل الإخوان اللي التقينا بهم. تعتبر من أعظم الجامعات التي شفتها في حياتي. عشت في الغرب أكثر من 50 عاما، ولم أرى حقيقة جامعة بهذا النظام وبهذه الإنسانية المتواجدة بين الطلبة وبين الأساتذة. أساتذة الجامعة أساتذة إنسانيين حقيقة، ذات أخلاق عالية وذات علوم عالية، وأسأل الله من كل قلبي أن يوفق الشعب العراقي خاصة وأهل ديالى خاصة والشعب العراقي بصورة عامة، أن يوفقهم لما فيه في الخير والبركة، وأن يكثر من هؤلاء الأساتذة، وأن يحفظ هذه الجامعة من الأعداء، وخاصة أعداء الإسلام والمسلمين ما تسمى بداعش وغير داعش. الجامعة حقيقة جامعة مثالية بكل المعنى. حياتي 50 سنة والله لم أرى في الغرب جامعة بهذه العظمة. حقيقة نحن فرحين بالاستقبال وبالضيافة ومن رئيس الجامعة وعمداء الكليات كافة، وخصوصا عمادة كلية القانون والتربية بفروعها الإنسانية والعلوم الصرفة والأساسية. أقول رسالة إلى الجامعات العراقية أن تحذو حذو جامعة الكوفة وتحذو حذو رابطة النجف الخدمية للوصول إلى هذه الجامعة الغراء وزيارة هذه المدينة الكريمة واللقاء بأهلها. وأنا أطمئن الجميع أن المدينة بخير مثل ما كانت بخير سوف تكون اليوم وبعد غد إن شاء الله بخير، مثل ما جامعة ديالى هي بخير. الدوام طبيعي، الأساتذة الفضلاء قد استقبلونا استقبال حار، العملية الدراسية والأكاديمية السارية بصورة مستقرة 100%. نتمنى لهم كل التوفيق، كل الرقي، كل النجاح، خدمة للمؤسسة الأكاديمية ألا وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أنا هذه لأول مرة أزور جامعة ديالى، وقد أعجبني كثيرا ما شاهدته في هذه الجامعة من تطور ملموس في كل النواحي العلمية والعمرانية، وأتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وعلى رأس ذلك وعلى رأسهم السيد رئيس الجامعة لما يصبو إليه من تقدم الجامعة وتطورها في مختلف النواحي. جامعة ديالى هذه الجامعة التي أقل ما يقال عنها أنها جامعة مجاهدة، حقيقة مجاهدة بأساتذتها برئاستها بالدكتور العزيز الدكتور عباس الدليمي، هذا الدكتور المعطاء المجاهد الذي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، وبنفس الوقت استمر بمحاربة الفاسدين، استمر بمحاربة الطائفيين في داخل ديالى عموما وفي الجامعة خصوصا، ومن ثم أصبح معطاء من خلال هذا الصرح العظيم. يعني اليوم حقيقة نحن نتجول في جامعة ديالى، نتجول بجامعة عالمية أخذت المركز الأول عراقيا وأيضا على دول المنطقة، وفق مركز عالمي لتقييم الجامعات. حقيقة يعني اليوم ونحن يعني نتجول بهذا الصرح يعني العلمي والكبير والعظيم، نعتقد أن دماء أبنائنا وشهدائنا كحشد شعبي اليوم نعتقد أن مستوى الدفاع الذي حققناه عن ديالى وعن خصوصا وعن العراق عموما لم يذهب سدى، لأن هناك رجال شرفاء مخلصين في الجانب الخلفي، في الجانب العلمي، في الجانب العمراني، ما زالوا يقدمون كما نحن نقدم على سواتر في الميدان. لذلك حقيقة لهم منا ألف تحية وسلام، وتحيات كل إخوانهم أبناء الحشد الشعبي. حقيقة اليوم يعني جامعة ديالى حققت الشيء الكثير على يد الأستاذ الدكتور الفاضل عباس الدليمي، الذي بنى صرحا علميا رصينا وبنى تحتية قل نظيرها. أتشرف أني يعني تخرجت من هذه الجامعة بشهادتين، البكالوريوس والماجستير، واليوم الحمد لله إلي طموحا أكمل الدكتوراه. ولكن يجب أن أذكر أنه اليوم يعني رعاية الحاج هادي العامري القائد العسكري للحشد الشعبي
لم تقتصر فقط على القضية العسكرية، إنما رعى اليوم هذه المحاضرة العلمية للدكتور هدو الربيعي، أحد كوادر يعني العلمية لمحافظة ديالى. اليوم هو يدرس في كليات وجامعات عربية، جاء يقدم لنا محاضرة عن ضمان الجودة. وحقيقة ضمان الجودة تضمن يعني للمنتوج يعني السلعي أو المنتوج الخدمي يعني حقيقة سوق عريض وكبير ومحترم. فبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم المحاضرة كانت بالمستوى الرفيع، وتشرفت أن أكون أحد يعني الجالسين والمستمعين لمحاضرته. ونشكر مرة أخرى العاملين في منظمة بدر الظافرة لتعاونهم مع الجامعة لكي نوضح للعالم بأنه يوم المعارك نحمل السلاح، ويوم العلم نحمل القلم والفكر والكلمة النيرة. لنا شرف أن نزور هذه الجامعة ونطلع على المعالم الحضارية الموجودة فيها والتواصل اللي موجود في الجامعة وما رأيناه في أم أعيننا عن هذه الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة، فإنها جهود خيرة وجهود تشكر في كل المجالات، لأن هذا اللي شفناه في عيوننا ما تستطيع خلال هذه الفترة الزمنية يمكن أي شركات أجنبية بقدر ما شفناه حاليا في هذه الجامعة. حضورنا اليوم لرئاسة جامعة ديالى هي خطوة من الأخ الدكتور رئيس الجامعة لشيوخ وعشائر شيوخ عشائر محافظة ديالى للتعرف على مدى الإنجازات اللي حققتها الجامعة إداريا علميا. يمكن البعض يستغرب شنو علاقة شيوخ العشائر بجامعة ديالى، لا بالعكس، هذا موضوع مهم جدا وخطوة لم تسبق في بقية المحافظات، خطوة حتى يعرف أجلاء القوم شيوخنا أبنائهم كيف يدرسون، ما هي الأجواء اللي يدرسون بها، خطوة للتعايش السلمي مع بقية أبناء المجتمع وطوائفه.